اولا كده انت قنعت ناس ان في جن ممكن يقدر يمس قرآن، وده حاجة عمر ما حد يصدقها. مذكورة في القرآن ان عمر ما جن يقدر يمس قرآن، ومع هذا انت برضو قنعت ناس ان في جن ممكن يقدر يمس القرآن. بس انا رد عليكي، الرد اللي ممكن اقدر ارد عليكي هو رد دول. انت برضه بتقولي ان الطفل اللي هو كان معاكي في حلقة اللي هو كان تايه وانت رجعتيه ومش عارف ايه، واحنا مشينا معاكي وعديناها وقلنا الطفل ده تايه وانت جبتيه، وانت ست بتاعت خير وست بتاعت ربنا وست مش عارف ايه، وصدقنا الفيلم اللي انت بس انا اقول لك انا مش فيلم وانا مصدق ان انت عملت ده. بس حضرتك عامله الفيديو وكاتبه عليه فوق 18 سنه. الفيديو مكتوب انت كاتبه فوق ايه؟ فوق 18 سنه. ايه اللي يخلي واحد زي دون يجي يتفرج على فيديو واحد عنده 10 سنين ويتفرج على فيديو مكتوب فوق ايه؟ فوق 18 سنه؟ ايه يعني اللي يخليك تعمل حاجه زي دي؟ دي حاجه برضه ما تدخلش العقل برضه. ولا انت رايك ايه؟ ولا انت رايكوا ايه انتوا؟ انا عايز اعرف برضه. يعني انا مش فاهم والله، نفسي تصدقوا بس. وكمان قضية مبارك دي، براءة مبارك قلبت الرأي العام وخلت كله يتكلم مبارك خد براءة، مبارك خد براءة ليه امال ثورة ومش ثورة ومش عارف ايه والكلام بقى، انت عارف كلام الناس كلها وكلام ده وكلام ده. طب هي بقى عملت الحلقة وقبضة من ناس وفي قضية مرفوعة عليها، والقضية ماشية دلوقتي من ناس هنا برضو تبعنا من هنا عاملين قضية ورافعينها عشان هي عاملة الحلقة بتاعت بنات طنطا دي فبركة، وكل عارف انها فبركة عشان براءة مبارك. هي عمل كل ده ليه؟ كله ما فكرش ان معظم الناس عارفة ان دي فبركة ليه؟ عشان قضية براءة مبارك قلبت الرأي العام، وده اكبر دليل يدل على ان الحلقة فبركة. ده مع التوضيحات اللي جاية اكتر. وبرضه الشيخ ولا الدكتور اللي انت قلت عليه دون وجايباه وبتقولي ده دكتور ومش عارف ايه وان هو عالجهم، انا همشي معاك من الاول ان هو دكتور وان هو جاي يقرا عليهم وجاي يفك من عليهم الجن ومش عارف ايه والحوارات دي. ماشي يا ست، انا همشي معاك كل دون وهدني معاك للاخر، وانت برضه دنك معايا للاخر. اولا هما كانوا 5 بنات. هو الدكتور اللي انت بتقول عليه الدكتور دون اولا هو كان عضو في مجلس الشعب السابقة. ايه اللي دخله في حاجات زي دي؟ انا ماليش دعوه، انا برضه عايز اوضح حاجات برضه. هو المهم كان هما 5 بنات، قرا على 4 منهم قرآن وفك منهم الجن. قرا على 4 القرآن وبيقول ان هو فك منهم الجن. جينا في اخر الفيديو لقينا ال5 بيقروا قرآن. طب بطة دي اللي هو ما قراش عليها قرآن الجن اتفك معناها ازاي؟ فكيتيه ازاي؟ انا نفسي اعرف فكيتيه ازاي؟
انا عايز اعرف. اقنعيني برضه. يتفك كده عادي مع ريال مفيش مستحيل. اقنعيني يعني، انا اقنعيني يا ست في ايه؟ لما هم خمسة وقرا على 4 قرآن وفك عليهم الجن، وفجأة لقينا في آخر السيلفي بتاع الخمس بنات قاعدين جنب بعض، وبيقول إن هو فك عليهم القرآن، ولقينا الخمسة بيقروا القرآن مع إن بطة ما تفكش من عليها الجن وقرت معاهم قرآن. فاهمين؟ وبرضه حكاية بتاعة اللي هي البنت اللي وسط الخمس بنات اللي هي بتقول أنا بحب النار وباكل النار وما بخافش من النار وهجري نار وأنا أكلها ومش عارف إيه وإحنا مصدقين الهبل ده، ماشيين مع الهبل ده للآخر، عايزين نعرف إيه آخر الهبل ده. ماشي، هي بتحب النار وبتاكل النار ومش عارف إيه، لما النار طلعت البنت خافت ليه ورجعت ورا؟ ليه؟ انت اهو بتحب النار وبتاكليها وبتعشق النار ومش عارف ايه وانتوا النار حب مش عارف ايه، يعني انت اول ما شفت النار اترعبت ليه ورجعت لورا؟ يا جماعه فبركه، والله فبركه، انتوا ليه مش قادرين تتخيلوا ان ده حقيقه وان ده فبركه وان ده مش عارف ايه؟ ليه؟ في ايه؟ في واحده بتقول انا بحب النار وباكل النار واول ما تشوف النار تترعب وترجع ورا؟ معلش اكتر. والاخت ريهام اللي هي بتاعت اعمال الخير دي ومش عارف ايه وكل حاجه بتاعت ربنا ومش عارف ايه وبننصح الفتيات وبنعمل الفتيات وبنعمل وفي الاخر تقول لك انا ما عليش حاجه وكله عارف مين ريهام سعيد وكله عارف مين ريهام سعيد. انت بتتنازلي عن مبادئ كتير واخرها في اعمال بتاع ابن حلال. لا الصراحة انت الصراحة تمثيلك 10/10 في التمثيل. روح شوف المسلسل. نفسي ما تعدوش الموضوع ده بالسهل، موضوع بنات طنطا ما يعديش بالسهل. نفسي الناس كلها تفكر، الناس تعرف ده بجد ولا فبركة. انا قدمت لكم حاجه، انا عارف ان في ناس هتهاجم كتير وهتقول لك دول اعداء النجاح ومش اعداء النجاح. اولا انا مش هاخد منك حاجه ولا هاخد منهم حاجه، انا عايز اعرف الناس ان دي حلقه فبركة، والناس بقى هتشوف وهتعرف. ومع ان في ناس برضه مصدقه كتير قوي ان ده فبركة، وناس مع لا مؤاخذه في الكلمه بتسب وتلعن فيك بسبب الحلقه دي، وانت عارفه ده كويس من قبل ما تعمليه، بس انت عملت دول من اجل الشهره والنجوميه مش اكتر. ايه يعني هتتخلى عن مبادئك، هتتخلى عن اي حاجه، فاهمين؟ كل ده ورا ظهرك ما فكرتش. نفسي انت متحيز لريهام سعيد تتحيز لها على حق، نفسي تفهم القضيه بجد، تفهم ايه جو الاعلام كله مش كويس واحنا عارفين ده كويس، الا في الناس قليلين قوي هم اللي ماشيين صح واحنا عارفين ده كويس. انت متعاطف مع ريهام اتعاطف براحتك. انا من الناس اللي كنت بحب ريهام سعيد وبتفرج لها على البرنامج ده
كنت مصدق لكن كده انت خليتها شك في بعض الاعمال اللي انت عملتها، متحيز لها، اتحيز لها بس على حق.